يا هلا، واحلى تحيه لاحلى متابعين واحلى متابعات، يعني السند مال القناه. قبل لا ابدا الفيلم احب اقول لكم اليوم فيلمنا نار وشرار، ضيم ودمار، تريلا وقطار، واي شي بي ار يرهم، يعني انتحار انفجار كله ماشي. ويبدا فيلمنا بوحده من مسابقات الكليات بالهند حتى يختارون افضل لاعب بالكليه، ونشوف بين الجمهور وحده صاكه اسمها مية وتشجع واحد اسمه روهان. بعدها نشوف روهان وهو لازم له 8 طلاب وبحركه وحده كلها تطير، ونشوف ميار راحت الروهان وقالت له احبك، وروهان قال لها انا هم احبك وحشتيني، احبك وانت نور عيني. قالت له غير يقعد راح حسين الجسمي. ونرجع للواقع نلقى روهان جاي يتخيل وقاعد بكل تمال الفقره وما مفتهم طقه من الدرس، وياكل له رساله من المدرس، وورا المحاضره ياخذ صاحبه ويقول له اخويا انا حبيت مية من كنا صغار، وخلصت وياها الابتدائيه والمتوسطه والاعداديه لحد ما اجت الكليه وفرقتنا. انا رجال حافي ما عندي، وجيت لهاي الكليه مال الفقره، وهي راحت الكليه ما يروح لها بس ولد الطاقين والمسؤولين، وهاي الكليه اسمها تريزا. وياخذ صاحبه ويروح يم الكليه ويقول للحرس قريبا راح اجي اداوم هنا بهاي الكليه، وتعال خذ وياي صوره حتى خاف تنسى شكلي اجي اذكرك. يقول له خاب ما تلصوب، انت رجال حافي منين لك حتى تجي تطب لهيج كليه، وهاي عمي كمشت لحيتي اذا قبلوك هنا. ونرجع على كليه روهان الفقيره بالاصطفاف، واكو عندهم لعبه هناك عباره عن فريقين، اذا واحد عبر الخط على الفريق الثاني ولزمه يعني خسر، واذا لمسهم ورجع فيحصل نقاط على عدد الناس اللي يلمسهم. والمديرة بالاصطفاف تقول راح تبدو مسابقة الكليات بهاي اللعبة، وكليتنا دائما تاخذ المركز الأخير، بس هالمرة أريد نشد حيلنا ونظل نتدرب بحيث ما نقبل بأقل من المركز القبل الأخير، لعد شقد تعبانة كليتهم. فالمديرة تقول احنا راح نعتمد على روهان بهاي اللعبة، ونلاحظ أبشد الواقف وراه ضاج لأن يغار من عنده. وراها يروح روهان يتدرب هو وفريقه، وعرف يغلب كل فريقه، وابشد دخل هم يلعب ويا فريق روهان وهم عرف يغلبهم كلهم. قال لهم لعد ايش قد فاشلين انتم، فيقعد يرزل بجماعته ويقول لهم مية ما كذبت من قالت هاي كلية تعبانة، ويروح يرجع البيت عمته العايش وياها. ونشوف رجل عمته اللي مسوي بيها نفسه حج ثقب وينصب على الناس ويخط بيهم فلوس، يعني سحر محبة جلب الحبيب كل شي تلقى عنده. ونروح لروهان اللي من رجع للبيت لقى رسالة من كلية تريزا ويقولوا له بيها انه المنحة الرياضية اللي انت مقدم عليها انقبلت، وهو يفرح ويروح لعمته يحضنها ويظل يفتر بيها، ويقول لهم لازم اروح ابشر مية واقول لها راح اداوم وياك بنفس الكليه. ومن يطب الغرفه مية يلقاها نايمه، فيقول اخليها مفاجاه الها الباكر وافاجئها وانا بالكليه. فيروح يشتري ملابس جديده، ورجل عمته ابو ثقب استوى ناصب له على واحد فيشتري له بايسكل جديد وينطيه اياه حتى يروح ويرجع بيه للكليه. ونشوف روهان وصل للكليه الجديده ويشوف الحارس بالباب ويقول له ها يا بش قلنا مو قلت راح اجي اداوم، دهاك عيني هذا الموس زين بي لحيتك هاي الكمشتها وقلت ما يقبلوه. وراها نشوف روهان يفتر بالكليه وكلش فرحان، وراها يشوف الكأس مال أفضل طالب بالكلية ويحكي ويا الكأس ويقول له إذا ما أخذتك هاي السنة هذا حاجبي مو علي، عادي صديقي لا تستغرب، هناك بالهند عندهم الزلمة يلزم من حواجبه. وراها نشوف بالمسرح مال الكلية وحدة اسمها شريا جاي تتدرب على الرقص ومبين عليها كلش رافعة خشمها، فهي تضوج لأنه القاعدين جاي يسولفون بصوت ناصي وهي ما تقدر تركز بالرقص مالتها، فتظل تصيح عليهم وترجع ترقص. وورا شوية يجي روهان يدور على مية ويطب للمسرح ويصيح بعلو صوته عليها يا جماعة ما حد شاف مية. رأسا شرية توقف رقص وتصيح هذا منو اللي تجرأ وهيجي على صوته وانا جاي ارقص. فيقولها وش دعوة عمي انا ايش حكيت، وحتى يغثها اكثر قال لها هو هذا هم رقص، كل حركاتك بطيئة، عندي بنت خالتي عمرها 8 سنين تهز احسن منك والله وكفو. فيصعد على المسرح يظل يتمرقص وكل الموجودين ينعجبون برقصه لحد ما شرية تكسر الجهاز وتقول له روح للإدارة ادفع الفلوس مالته. ونشوفه وراها قاعد هو ومية وتقول له دير بالك من هذه الشرية، ترى ابوها الامر والناهي هنا بهذه الكلية. فيقولها وانا شعلي بيها انا جاي هنا على مودك انت. فملامح مية تتغير وتقول له الدنيا هنا غير مو مثل الابتدائية وما ترهم نظل سوا، بعدين انت جاي تدرس لو جاي يصير حبك.
وراها نروح للاصطفاف مال الكلية ونشوف روهان واقف، ويجي مناف يوقف يمه ويقول له اني اخو شرية كنت تتعارك وياها قبل شوية. وراها يصيحون على مناف حتى يروح ياخذ جائزة احسن طالب بالكلية، وروهان ينتبه على مية وهي جاي تصفق له بحرقة، وهنا يعرف بأنه مية معجبة بمناف. وراها نشوف شرية واقفة وهي روهان وقالت له إذا تريد ترجع مية روح انضم لمسابقة أحسن طالب، وهي من تشوفك فزت راح ترجع لك. ونشوف المدربة وهي توافق على مود يشارك بالمسابقة. وراها نشوفه يدخل مسابقة تأهيل ونشوفه يفوز بكل مسابقة يدخلها، والكل يصفق له، بحيث حتى مية من شافت الكل جاي يصفق له قالت بقلبها كأنه راح ارجع له والله. وراها نشوف مية بالمحاضرة وهي تدق ناعم لروهان على مود يرجعون سوا، بعدين نشوفهم يرقصون سوا وشكلهم رجعوا. وبالليل جاي يتمشون من يم محل مال وشم، فقالت له روح سوي وشم وانا لا ادفع فلوس لا تخاف، فيروح يسوي وشم باسمها. بعدها تقول له انا اريد اخذ المركز الاول بمسابقة الرقص، بس حرامات ما راح اقدر احقق حلمي لان انت هم ملتهي بمسابقة احسن طالب وهم تريد تحقق حلمك وما راح تقدر تدربني. قال لها اني هنا حتى احقق احلامك انت مو حلمي اني. وفعلا يروح يخسر نفسه على مود يطلع من المسابقة ويفرغ المية على مود يدربها. ونشوف مناف قال له اليوم انا عازمك على عيد ميلادي بحفلة تنكرية. وبالليل نشوف مية وروهان وصلوا الحفلة ومية تشوف سيارة طاقة وتعرف انه هذه سيارة مناف، فروهان يغير الموضوع ويقول لها يلا خلينا نطب جوا يا معودة باكر عقبه تصير عندي احسن من عده. وبنفس الوقت روهان يلاقي جماعته اللي بالكلية القديمة ويقولوا له نريد نطب هنا، فيقول لهم انا مو بكيفي انا هم معزوم حالي من حالكم، فيعوفهم ويطب جوا. بس تجي شرية وتقول لهم تعالوا طبوا لان روهان قال لي خليهم يطبون، وهنا نعرف انه شرية ناوية نية خبيثة على روهان. فيروحون يطبون للحفلة وخيرهم يضرب له بطل ونص ويسكر، ويظلون يسولفون على مناف ويصنفون ويقلدون، فيجون جماعة مناف يضربونهم ويشمرونهم برا. هذا الحكي كله وروهان مصدوم، فيقولون الروهان انت قلت لنا تعالوا طبوا جوا بعدين تدفع علينا ذولا حتى يضربوننا، مو من هذا اليوم ما نريد لا نعرفك ولا تعرفنا. وهنا نعرف انه شرية سوت اللي براسها. وثاني يوم نشوف روهان طب للكلية ووقف البايسكل مالته بالموقف، واجت شرية قالت له طلع بايسكلك اريد اطبق سيارتي، فلبسها وراح. ورا شوية رجع لقى شرية جايبه بخاخ وردي وصبغت بايسكله، فيتعاركون ويروحون العميد الكلية وابو شرية يكون موجود، فالعميد يشتكي له من شرية ويقول له بنتك هواي جاي تسوي مشاكل، فيلزقها براشدي ويقولها اذا اجت اي شكوى عليك بعد اقعدك بالبيت. وراها يروح روهان يعتذر منها ويقولها انت اللي بديتي مو اني، فخلي نصير اصدقاء احسن. تتعصب وتقول له بعد 5 ايام راح تصير مسابقة الرقص واني راح انافسك اني واخويا، فلا تظل تدق ناعم حتى نخليك تفوز. وراها نشوف مناف واخته يتدربون، ونشوف مية وروهان يتدربون على مود يحقق لها حلمها ويذكرها بالوشم اللي باسمها اللي كاتبه بايده. وراها تبدو مسابقة الرقص ونشوفهم يرقصون. قبل لا ينتهي الوقت نشوف مية توقع تلو رجلها وتوقع فتخسر ويخسر وياها روهان قدام فريق شرية ومناف، فتنقهر مية وتروح لبيتها لأنه ما حققت حلمها وما فازت. فروهان ما يقدر ينام بالليل ويقرر يروح يعتذر من عندها ويواسيها. ومن يوصل البيت ما يلقاها بغرفتها ويباوع من الشباك، وللأسف يشوف سيارة مناف ومية واقفة وياه وحاضنته. وهنا يبدي روهان يربط الأحداث وعرف انه مية خلته يخسر على مود مناف يفوز، ويروح يهف مناف ببوكس ويباوع المية صفح ويعوفهم ويروح. ومن يروح للكلية ثاني يوم يلقى نفسه مفصول لأن ضرب مناف، وأبو مناف الآمر والناهي بالكلية كلنا نعرف. فمن يريد يطلع من الكلية يشوف مناف بطريقة ويظل مناف يسمعه حكي ويقول له مية اختارتني لأن أنا عندي فلوس وعندي سيارة آخر موديل، فيعرف إنه مية مادية. فمن هذا اليوم بدأ يسميها مية المادية. وبساعتها نشوف روهان بدأ يضرب بمناف وجماعة مناف، نشوف جماعة مناف كلهم يلتمون عليه ويشتفونه، وتجي مية وتشوف روهان جاي ينضرب فتبكي وتروح. وراها روهان يشبح كتل ومناف يقول له أنا اللي راح أفوز بجائزة أحسن طالب وصاحبتك مية هم صارت إلي، فيلا امشي ولي منا.
ويسحلونه سحل الباب الكلية ويشمرونه برا. وراها نشوف روهان مصدوم ويبكي ويفكر بأيام اللي خلصها ويا مية وعاشها ويا مية، ونشوفه يتندم على كل لحظة عاشها وياه، ويرجع الكليته القديمة وجماعة من يشوفونه يعوفونه ويروحون ولا يريدون يلتقون به بعد الصار بهم بالحفلة. فيقرر يرجع الكليته ويتحدى كل شيء على مود يحقق حلمه وياخذ جائزة طالب السنة بالهند، ويروح على مناف الكلية ويقول له جائزة أحسن طالب بالهند هذه السنة أنا اللي راح أخذها، لأن كان عندي حلم واحد وانت أخذته وهي 100 المادية، فراح أخذ حلمك مثل ما أخذت حلمي. ويروح يحكي ويا المديرة على مود يرجع للفريق وتقول له أنت راح تكون قائد الفريق، فيقولها لا أنا ما أريد أكون القائد، خلوني لاعب عادي وخلوا أبشد هو القائد. وراها نشوف روهان قاعد وحده بالاحتياطي وجماعته ما يقبلون يلعبونه، فتيجي شري وتقول له اني اريد اخذ جائزة افضل راقصة بالكليات وانت الوحيد اللي تقدر تساعدني، خلي نسوي فريق سوا لان اني اخويا قشمر علي. فقال لها راوين عرض شتافك. وهنا نشوف شرية راحت لجماعته وقالت لهم انا اللي دخلتكم للحفلة وخليت جماعة اخويا يطردونكم، وروهان ما إلها علاقة بهذا الموضوع نهائيا. بعدها نشوف جماعة روهان يحجون وياه على مود يسووا فريق هو وشرية ويشاركون بمسابقة الرقص الكبرى، فيقتنع ويروح على شرية للمكان اللي تسهر بيه ويشوف مية هناك ويلبسها ويروح ينطي الدعوة لشرية على مود يصيرون فريق واحد هو وياها. وراها نشوف شرية وروهان فوق السطح مال بيت عمته يتدربون على الرقص، ونشوف كل الجيران يباعون عليهم ويشجعون بيهم. ومن ترجع للبيت ونشوفها تحتفل بعيد ميلادها لوحدها لأن أهلها ناسينها أصلا، وتنزل تقعد ويا أبوها تاكل ويشبع أبوها ويقوم بدون لا حتى يقولها عيد ميلاد سعيد. فتضوج وتطلع تروح على روهان تلقاه محضر لها حفلة عيد الميلاد، فتقول لها ايش مدري، قال لها عرفت من حسابك بالفيسبوك. ويبدون يعيشون احلى قصة حب، هو يدربها على الرقص ويدعمها وهي تشجعه باللعبة اللي بكليته والدعمة. وهنا شرية تقول له احبك ويا ريتني كنت 100 المادية حتى تحبني مثل حبها هي. قال لها شو القضية، تسوين 10 مثل 100 المادية. ونشوف شرية وروهان فازوا بمسابقة الرقص وقالت له هذه الجائزة انت اللي تستاهلها. وبهذه اللحظة يشوف مية وتقول له أنا عفت مناف وأريد أرجع لك. يقعدون روهان ومية وشرية بالكافيه حتى يختار واحدة من عندهن، فشرية تضوج لأن هي حبته من صدق. وهنا روهان يتعصب ويقولها قوموا منا، فتنصدم لأن عافها ورجع المية لعافته على مود الفلوس. ثاني يوم نشوف شرية تحكي ويا أبوها تريد تشترك بمسابقة الرقص اللي يتحدد بيها أفضل راقصة بالهند. فأبوها يقولها أنت وينك وينك روخك، هو أنت الرقصة الخناجر مالت ملايين ما تدبريها. فهنا يطب روهان عليهم وينطيه جائزة ويقول له بنتك فازت بأحسن راقصة البارحة وهذه الجائزة. فهنا يوافق الأب ويقول أيبا هيك واشوف بنتي أحسن راقصة بالهند والله وكفو. وراها نرجع للمسابقة اللي ما أعرف اسمها بين فريق روهان وفريق مناف، ونشوف الفريقين واقفين واحد يم الثاني، ويبدون جماعة مناف يصنفون على جماعة روهان. حتى واحد من عندهم قال اكو واحد اسمه روهان بس طلع روه وحده والكل قام يضحك، لحد ما صارت بيناتهم عركة لخم بوكسيات. وروهان وراها من عرف راح لزم مناف وسقط العافية لحد ما راد يوقع مناف من المدرج، بس روهان لزمه ورجع هم يضرب بيه لعد لو عايفه يوقع مو احسن. ونشوف روهان يروح لجماعته اللي دخلوا مستشفى من ورا العركه. تجي شرية وتلقى روهان ومية قاعدين ايد بايد، تنطيهم الورد وتروح، فيلحقها روهان ويقولها انا احبك، ولك هو قلب لو كوستر، هسه انت تحب هاي تحب ذيك غير تفهمنا. المهم شرية تشكره لان خلى ابوها يوافق على دخولها مسابقة الرقص، وراح تروح المدرسة بلندن حتى تتدرب هناك. وراها يروح يطمئن على صديقه ابشد اللي انفشخ بالعركة، فجماعته يذبون اللوم على روهان، يقولون له لو ما انت عندك مشاكل ويا مناف ما كان كتلونا هاي الكتلة. فابشد يقول لهم لا، والوحيد اللي رجع ووقف ودافع عنه هو، فخلونا نصير ايد بايد وخل ناخذ البطولة. وراها نشوفهم يبدون تدريبات بشغلات بسيطة، ونشوف مناف وجماعته يتدربون بأحدث الأجهزة. وتبدي المسابقة المرتقبة مسابقة كليات الهند، وأول ما تبدي مسابقة 100 متر، ونشوف روهان متقدم مثل الأسد وقبل النهاية يتحول بطريق ويفوز مناف بالمسابقة. وراها تبدي مسابقة 400 متر، ونشوف روهان متقدم مثل الفهد، وراها ينقلب رقة وهم مناف يفوز. فالمدرب مالته قال له يابا ترى هذا جاي يسوي وياك سوالف مال نغولة،
يعني هذا جاي يخليك تركض وتتعب، وبعدين هو ينطلق بكل قوته ويفوز عليك. ويبدأ سباق ال 800 متر، وروهان يعوف مناف هو المتقدم ويخليه يركض ويتعب، فينطلق أسرع من الفيراري ويفوز، ويسوي بيه نفس الدقة سواها بيه بذنيج المسابقة. وتخلص المسابقة لأول يوم، ونشوف كلية مناف بالمركز الأول، بس كلية روهان بالمركز الخامس. وثاني يوم تبدأ لعبتهم الما أعرف اسمها، يفوز بيها فريق مناف ضد كلية ثانية، وراها يجي الدور على كلية روهان، وجيب عمك جيب خالك لحد ما روهان يفوز ويلمس 3 من فريق الخصم ويكسب 3 نقاط ويفوزون، وصعدوا للمركز الرابع. وتتذكرون عميد الكلية من قال حلمنا نصير بالمركز القبل الأخير؟ لا، هم هسه بالمركز الرابع، وعلى قولة حيدر العبادي هذا انجاز لو مو انجاز. وراها فريق روهان فات بيهم كلهم جول لحد ما وصل للمركز الثاني. وراها نشوف روهان ومية يتمشون، وتجي مية تريد تحضنه ويبعد عنها ويقول لها ما جاي اقدر انسى دقتك الناقصه وياي، ويقول لها هذه النهايه. بعدها يروح الشريه ويقول لها دقيت طابع المية لان انت اللي وقفتي وياي من وقعت. طبعا كان احساس شريه بلحظتها عيد وجاب العباس للهنديه. وراها نروح للمسابقه النهائيه بين فريق روهان وفريق مناف. بالبدايه فريق مناف كان متقدم 4-0، ويجي روهان وراها يفوت دقله منا على شقلمبه منا يلمس له 2 ويحصل على نقطتين، لحد ما المباراة قبل لا تنتهي توصل النتيجة 10 الفريق روهان و12 الفريق مناف. هنا روهان قال بهذه الفوتة شرط إلا أجيب 3 نقاط، وإجا فات بنصهم ولزموه، وبنفس الوقت مناف خلع كتفه متعمد حتى ما يكمل اللعبة على مود هم يفوزون، والنتيجة صارت 17 روهان و43 المناف. فجأة قرر يرجع وهو كتفه مخلوع، وروهان يفوت ويجيب نقاط، ومناف يفوت ويلزمونه، وهاي أول مرة يخسر بيها مناف نقطة. وتمشي المباراة لحد ما تصير 40 الروهان مقابل 44 المناف، ويطب مناف ويظل مثل الزيوبق يزبق منا وما حد يلزمه، ويحصل على 3 نقاط ويصير 47 الفريق مناف و40 الفريق روهان. وهنا تنتهي المباراة للأسف بفوز فريق مناف، بس الحكام يقولون لا بعد على الوقت 30 ثانية المباراة بعدها ما خلصت، وكان الدور على روهان هو اللي يفوت بيهم، وهنا لازم يلزم الفريق كله على مود يقدر يفوز، يعني جيب زلمة يلمسهم كلهم بدون لا يلزمونه. وطب روهان وظل يقمز منا ويلمس بهذا منا وذاك منك، وشال مناف ودقه بالقاع، وظل يزبق مثل الزبوق لحد ما لمس الفريق كله وحط ايده على الخط، وفاز بأول مرة بحياته، وكليته فازت بالمركز الأول، وراها فاز بجائزة أحسن طالب، وتزوج شرية أخت مناف وعاش حياته. وهنا خلص فيلمنا الهندي. انتظرون فيلم جديد كل 3 أيام، يعني بالأسبوع ألخص لكم فيلمين، بس راح يشجعني لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة. يلا حبايب، باي 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 باي.